كلمة يعني وراءها أمر يخفى على المواطن ويخفى على البلد. فبالتالي مسألة أنه والله الأراضي مبغالية هذه كذبة ثانية. الثالثة الوهم الثالث اللي احنا عايشينه، اللي تقول لك الحكومة لا تتدخل في العقار. هي متى تدخلت؟ الآن لما تقول أبو محمد أن وزارة العدل جايبة العيد في الصكوك، هذه تدخلت ولا تأخرت؟ قصرت. الحين لما نقول وزارة الإسكان عندها استراتيجية الإسكان وفيها زي ما قال الأخ خالد اللي هو الرسوم والغرامات والوعود اللي طلعها وزير الإسكان قبل سنة وما شفنا منها إلا ضعوي. حتى الحين وين هي؟ هل هذا تدخل ولا تأخر؟ تأخر. وزارة المالية، مؤسسة النقد، الرهن العقاري، هل هذا تدخل أم تأخر؟ احنا ما شفنا تدخل حكومي، بالعكس احنا انفلتنا رمونا في عصارات الهوامير. المواطن الآن في عصارة الهوامير يلعب فيني لعب، والآلة الإعلامية شغالة في جميع الصحف. محررين الصحف العقارية من أكثر من ارتكب التزوير والكذب على المواطن الصحف العقارية والصفحات العقارية. فلا نجي نتكلم ونقول والله عندنا شح أراضي، وهذا الأراضي زي ما قال الأخ خالد نسبها إلى مجلة تطوير الرياض إنها 60 إلى 70%. وأنا دخلت وزارة الإسكان، قعدت مع وزير الإسكان أكثر من 3 ساعات وراني أشياء، قلت له ليش هذه ما تطلع؟ من ضمنها موضوع فرض الغرامات على الأراضي وموضوع فرض الرسوم، وأن البيانات والأسعار ليش ما تبنى؟ ليش ما تطلع؟ ليش ما أصلا جزء من الأزمة اللي عندنا اللي هو تفاوت المعلومات. الهامور وصاحب العقار يملك معلومات حق 3-4 سنوات وش القرارات اللي بتطلع، والمواطن هذا حق 40 سنة ما يدري ايش صار. وبعدين نيجي نقول في عندنا 3 كذبات يجب أن نتجاوزها. الغلاء موجود، ومن ينكر هذا الشيء أنا أطلبه يناظر في أي مكان، في مسجد، في ملعب، في قناة، في اللي يبي. 2 مسألة أنه شح أراضي، هذه كذبة ثانية. في تشحيح أراضي. الأراضي تخرج من أملاك الدولة إلى أملاك أسماء معدودة بالفرازة، وبعدين تطلع من أسماء الفرازة إلى العقاريين الهوامير الكبار اللي يملكون المليارات، وثرواتهم صنعت من هذا الشيء، ولم ينتجون ولم يصنعون ولم يوظفون ولم يفعلون شيء للبلد، لا دفعوا زكاتهم ولا ضرائبهم ولا شيء، وبالعكس يعني قد ما تقدر تمص. وبالتالي ندخل في الدائرة الرابعة اللي طلعت مؤخرا، اللي هي دائرة الموظفين والجروبات اللي سوت الجروبات المضاربة. تشتري أرض زي ما قال الأخ فهد، يشتريها ليش أبيعها إذا كانت الأرض بتجيب لي أعلى من المنتج اللي بأنتجه على الأرض. فبالتالي هالأربع الأمور دي أعتقد أنها تصنع تشحيح أراضي. النقطة الأخيرة أنه ليش الدولة أو الحكومة ما تدخلت لا تتدخل، يعني ثبت شرعا أنها ما تدخلت، بالعكس مقصرة ومتأخرة. وهذه شوف وزارة العدل متأخرة عن قضاء لها 40 سنة، وهذه وزارة الإسكان قاعدة ترمي صواريخها في مواقع ثانية، وهذه البنوك قاعدة تلعب فينا، ومؤسسة النقد ما بيدها شيء وهي تخضع إلى أنظمة أخرى. بالتالي مسألة المواطن هو الضحية. وأنا طبعا أنا أتكلم باسم المواطن لأني أنا مواطن، أنا لا أملك أرض زيكم، ولا أملك ولا أني من حقين المليارات، ولا أملك بيت، ومن حقي أفضح وأتكلم بكل ما أعاني منه باسم 20 مليون. بالتالي لا يعني أي واحد من العقاريين الموجودين هنا واللي بيوصلهم العلم عن طريق هاشتاج خليجي من يتحدى في هذه النقاط الأربع الله يحييه في أي قناة